مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتسمعوني حبايبي مواليد برج الثور. هنشوف طاقتنا في النص التاني من شهر يوليو 2025. هنشوف الطاقة بتقول لنا ايه. بسم الله الكاشف. برج الثور، انت عندك اوهام وافكار غريبة شوية. يعني ممكن تحس ان انت عندك في اشخاص ضدك، او في ناس بتعمل عليك مؤامرة. مش هقدر اقول ان دي تهيؤات، لكن انا قلت في اول كلامي ان دي اوهام وافكار بس غير واقعية. دي مجرد افكار بعيدة تماما عن الواقع. برج الثور. طيب ليه الافكار دي بتجيلك يا ثور في الفترة دي؟ انا شايفة ان الفترة دي انت ما فيش توازن عندك، فيش توازن نفسي. ممكن تكون بتسهر كتير، او في خلل عندك في شيء، او ممكن تكون منعزل عن الناس. ففي قرارات، او ممكن يكون في قرارات انت خدتها في حق نفسك وتكون القرارات دي غلط، فانت بتلوم نفسك. يعني انت عايش الفترة دي في جلد الذات، بتأنب نفسك وبتأنب ضميرك ان انت عملت حاجة غلط في حق نفسك. ممكن تكون بعدت عن شخص غالي عليك، فانت بتسأل نفسك طب انا ليه عملت في نفسي كده؟ طب انا مش قادرة استغنى عنه، طب انا ليه بعدت عنه، او انا ليه خليته يبعد عني؟ فدي طاقتك في الاول كده، ان انت عندك اوهام ومفيش اتزان نفسي عندك. طيب الفترة دي او الايام الاخيرة من شهر يوليو بتحمل لك ايه يا ثور؟ الفترة دي انت عندك مشاعر متلخبطة. دي هنسميها فترة المشاعر، بس مشاعر متلخبطة. يعني مشاعرك هي اللي متحكمة فيك. يعني لو شعرت بالحزن ده طبعا كل ده بيأثر على نفسيتك وبيأثر على حياتك بشكل عام. شعور الحزن قتلك يا ثور. وعندك مشاعر حنين. ممكن تكون فرقت بيت، او فرقت مكان، او فرقت شخص غالي عليك. فانت عندك مشاعر حنين للاستقرار والبيت واللمة والشخص اللي انت كنت متعلق بيه عاطفيا. طبعا كل اللي انت فيه ده، طبعا انت مش بتحكيه ولا بتتكلم مع حد، لان معروف طبعا عن برج الثور انه بيحب الكتمان. لكن في الفترة دي بالذات هتلاحظ نفسك ان ملامح وشك هتتغير او متغيرة. هتلاقي جسمك بينحف، في ضعف عام في صحتك، لان انت مش هتاكل، او بتقعد باليوم وباليومين مش بتاكل يا حبيب القلب. منعزل جدا الفترة دي ومش بتشارك الحديث مع حد. ساكت، شايل همك لوحدك. فبصراحة يعني انت البرج الوحيد اللي طاقته انا حسيت فيها بحزن شديد وانا بقراها. حسيتك ان انت شايل هم كبير قوي فوق طاقتك. فان شاء الله فرج ربنا جاي باذن الله. بالنسبة للوضع العاطفي عندك يا ثور، طبعا احنا قلنا في اول القراءة حالتك لا تبشر بالخير ابدا. فانت عندك اكتئاب مش عارف تطلع منه، ده بشكل عام يا جماعة. انت مش شايف ان الشريك اللي معاك مريحك اصلا، او ممكن يكون هو يعني بيعمل كل اللي عليه، بس انت مش شايفه، انت مش مهتم بيه. يعني هو لو ادلك صوابعه العشرة شمع، انت ولا شايفه ولا حاسس بيه ولا داري اصلا. مفيش اي حاجة خالص من ناحيتك اتجاه الشريك اللي معاك. فانت بتحس ان طبعا اكيد الدور يعني حساس جدا، هو برج ترابي.
بيحس ان كان الشخص اللي قدامه بيحبه بجد من قلبه حب حقيقي، او بيمثل عليه الحب. فاحتمال تكون انت الحاجة اللي واصلة لك من الشريك اللي قدامك انه بيمثل عليك الحب، مش بيحبك حقيقي يعني. فانت اي حد هيدخل حياتك لازم يكون صادق المشاعر معاك، ده بشكل عام، او دي شخصيتك بشكل عام. بالنسبة للمرتبطين من برج الثور، هو في حد مقرر انه يبعد او يرحل من العلاقة، سواء انت يا ثور او الشريك اللي معاك. فانت بتدور عن على حقك الضايع من شريكك، يعني انت مش لاقي حقك في الشريك اللي معاك. للأسف يا برج الثور انت بتهدد بالرحيل. انت بتحس ان الشريك اللي معاك ممكن يكون هملك او ظلمك. فانت بتهدد بالرحيل وبتلجأ لحد بتحكمه ما بينك وما بينه، او ممكن تلجأ لمحكمة او شيخ. فانت عاوز تاخد حقك منه وتستمر في العلاقة او بترحل. بس ربنا يستر الفترة دي. معظم مواليد برج الثور بيفكروا في الانفصال بشكل كامل يا جماعة. انت بتقوله ان انت خلصت طاقتك، بتقوله طاقتي انا خلصتها خلاص معاك. خلينا نشوف الشريك اللي قدامك او الشريك اللي معاك طاقته ايه بالظبط. برج الثور، انت شايف الشريك اللي معاك تقريبا انت هتكشف عنه حاجة، او ممكن يكون هو سايبك او هملك، مش مهتم بيك اصلا، وبيتعرف على ناس جديدة. فانت في امر احتمال انت تفضحه، او في امر هيتفضح قدامك بخصوص الشريك. يبقى هو ده اللي ممكن يكون تعب تفكيرك وتعب نفسيتك يا ثور. فانت ممكن في حاجة عن الشريك انت هتكشفها، او الامر ده هيوضح قدامك ان هو بيكلم حد، او في حد تاني دخل حياته، والله اعلم يا جماعة. طيب بالنسبة للمنفصلين، انت ناوي ان انت تثبت له ان انت مش محتاج او مش محتاجه في حياتك. في حاجة جواك عكس اللي انت بتقوله، يعني انت من جواك لا بتفكر فيه وهو بيفكر فيك. في بلوكات تقريبا عاملينها لبعض. ده اللي ممكن يكون بيمنع الرجوع، او في طرف ثالث، او في حد من اهل الشريك متدخل، فانت مش حابب الوضع ده، عاوز تبقى انت وهو بس، محدش يتدخل في حياتكم. الحاجز اللي ما بينك وبين الشريك، انا بتكلم عن المنفصلين، ممكن يكون امرأة او رجل من برج الاسد، او ممكن يكون في سفر، الشريك مثلا مسافر. بس في صديق ليك بيحذرك ان انت ترجع للشريك، او هو مش عايزك ترجع للشريك. انا مش هقدر اقول ان الصديق ده صديق سوء او مش بيحب لك الخير، لا هو فعلا حقيقي يعني. ومش هقدر اقول لك برضه خد بنصيحته، لكن انا بقول لك اسمع لقلبك، شوف ايه اللي يريحك واعمله يا ثور. بس هو الواضح ان حد من اهل الشريك هو المتدخل في حياتكم. وطبعا دي مشكلة ملهاش حل. نصيحتي لبرج الثور طبعا ان انت يعني المنفصلين يا ريت ما نرجعش، يا ريت نشوف حياة جديدة وعلاقة جديدة وشريك جديد يفهمك ويقدرك. بتمنى تكون القراءة عجبتكم، وربنا يطبطب على قلوبكم ويكبر بخاطركم.